فلاح بولاية عين دفلة مزج خدمة الأرض بتربية المائيات عبر تقنيات بسيطة وسط حوض مائي داخل بيت بلاستيكي. كان عندي باسان اليوم الحمد لله راهم عندي 6 أحواض، ونطلب من كل الفلاحين الراغبين في العمل كما هكا أنه ماهوش عمل صعيب وما يطلبش جهد كبير، ما يطلبش مصاريف مالية. أنك الكمية تاع الماء عندك، الحوض عندك، الأسماك تشري راهم الحمد لله اليوم كاين صغار الأسماك موجودين، الأكل الماكلة التغذية تاعهم راهي موجودة، يعني كلش راه موفر. عندنا 2 اختصاصات رانا نعملوا عليهم، عندنا تربية المائيات وكذلك الصيد القاري اللي تعمل على مستوى السدود. هنا ولاية عين دفلة تمتاز، عندها 6 سدود، حنا رانا نستغلوا 5 سدود عن طريق صيادين يقوموا باستغلال هذه السدود. في سنة 2022 ولاية عين دفلة قامت بإنتاج أكثر من 290 طن إلا من الصيد القاري. أما بالنسبة لتربية المائيات كان الإنتاج حوالي 8 طن. شعبة تربية المائيات خصصت لها السلطات المحلية برنامجا تكوينيا لتمكين الفلاحين والمربين من ممارسة هذا النشاط. الطابع المميز جدا للولاية هو طابعها الفلاحي، يجعل من التكوين في هذا الميدان والتكوينات على المدى المتوسط القصير والطويل يضمن أولا يد عاملة ذات كفاءة، ذات دراية وذات معرفة، يضمن كذلك تكوينات قصيرة المدى بالنسبة لبعض المتكونين اللي عندهم مهارات تحتاج إلى صقل وتحتاج إلى دراية أكبر. ولاية عين الدفلة تسعى إلى تحقيق الريادة والاكتفاء في مجال تربية المائيات ودعم الاقتصاد الوطني.